بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الخاتم للإسلام والزعيم الجامع للمسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن شاء الله نلتقي النهاردة في موضوع بعنوان الأدب مع الله. وقبل أن أبدأ أريد أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى الشاعرة الكبيرة الأستاذة شريفة السيد، راعية هذا الصالون ومديرة هذا الصالون، وإلى كل المستمعين الكرام والمساهمين في هذا العمل العظيم. في الحقيقة إن الأدب هو استعمال الخلق الجميل والوقوف مع المستحسن النبيل والتحلي بمكارم الصفات واجتناب معايب المروءات. وإن الأدب هو أصل كل خير ونواة كل معروف، فالأدب هو سلوك الأنبياء وشعار الأتقياء وديدن الحكماء وعلامة الفضلاء. ما استعمل عبد الأدب إلا ارتفع، وما جانبه إلا سفل ووضع. وإذا كان الأدب مع الخلق من أجل المهمات، فماذا عن الأدب مع الخالق جل جلاله عظيم الصفات؟ إنه أرفع مراتب الأدب وأعلاها وأجلها وأزكاها، فما تأدب متأدب بأحسن من أدبه مع ربه وخالقه، وما أساء امرؤ الأدب بأشنع من إساءته الأدب مع سيده ورازقه. والأدب مع الله يقتضي توحيد الله وتعظيمه وطاعة أوامره ونواهيه والحياء منه، وهذا يشمل القلب واللسان والجوارح. ويمكننا أن نوجز الأدب مع الله تعالى في الأمور التالية. أولها التصديق بكل ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب، فيجب علينا التصديق بكل ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب، ومن ذلك عالم البرزخ وسؤال الملكين في القبر، والجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب أليم. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. وثاني عناصر الأدب حسن الخلق مع الله تعالى. ويتحقق حسن الخلق مع الله بأن يتلقى الإنسان أحكام الله بالقبول والتطبيق العملي، فلا يرد شيئا من أحكام الله، فإذا رد شيئا من أحكام الله فهذا سوء خلق مع الله عز وجل، سواء ردها منكرا حكمها أو مستكبرا عن العمل بها أو متهاونا بالعمل بها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. وثالثها الرضا بقضاء الله تعالى، فإن من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يتلقى المسلم أقدار الله بالرضا والصبر، وأن يعلم أن ما قدره الله عليه إنما هو لحكمة عظيمة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. ورابعها التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، والدعاء وإظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له. فقد حثنا
الله تعالى على الدعاء في آيات كثيرة من كتابه العزيز، ومنها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقال جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وخامسها ارتداء أفضل الثياب عند إقامة الصلاة، فإنه من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يتجمل المسلم بأفضل ثيابه وزينته في صلاته للوقوف بين يدي ربه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذوا زينتكم عند كل مسجد. صدق الله العظيم. وسادسها المداومة على الخشوع في الصلاة، لأن في الصلاة غاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيجب على المصلي ألا ينشغل بشيء عن الطمأنينة في الصلاة والمداومة على الخشوع. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وسابعها عدم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، فإنه من الأدب مع بيت الله الكعبة المشرفة وهي قبلة المسلمين ألا تستقبل ببول أو غائط. وروى الشيخان عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وثامنها تعظيم اسم الله عز وجل، فمن الأدب مع الله عز وجل تعظيم اسمه، فكلما كتب اسم الله تعالى اتبعه بالتعظيم، مثل قوله تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تبارك ونحو ذلك. ومن الأدب مع الله أيضا عدم الدخول بشيء فيه اسم الله تعالى إلى أماكن النجاسات إلا عند الضرورة، وكذلك عدم إلقاء الأوراق التي فيها اسم الله في صناديق القمامة. وتاسعها شكر الله تعالى على نعمه الكثيرة، فإن نعم الله علينا كثيرة فلا تعد ولا تحصى. يقول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ويقول تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ويجب على المسلم أن يشكر الله تعالى ويحمده على نعمه الكثيرة، والشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانا، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا. أما الحمد فهو الثناء على الله بالجميل على جهة التعظيم. والفرق بين الشكر والحمد: فالشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة، أما الحمد فيكون مقابل النعمة أو دون مقابل. والشكر يكون بالقول والعمل، أما الحمد فلا يكون إلا بالقول. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. وآخرها وهو عاشرها طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من الأدب مع الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أرسله للناس وكلفه بالرسالة السماوية. قال تعالى: ومن يطع الرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله تعالى أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. إخواني أخواتي، إن أحوال التأدب مع الله كثيرة لا يحصرها عاد، إذ الشريعة كلها جاءت بمراعاة الأدب مع الله تبارك وتعالى. فلنتفكر في حالنا مع خالقنا، ولنحسن الأدب مع مولانا في جميع حركاتنا وسكناتنا، ونكون له على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء منه تبارك وتعالى. وقد قيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد الرسول المصطفى والزعيم المجتبى، وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.